تفتكر هنتغير في رمضان ولا هنكتئب؟ والإجابة هنا أنت ودماغك. في دراسات نفسية أكدت إنه رمضان من أكتر الشهور اللي فيها فرص عشان نعرف نغير كل المشاكل النفسية اللي بنمر بيها طول السنة، واللي أصلاً بيكون سببها الكبت المشاعر، وبيكون سببها الضغط المستمر اللي احنا ما بنبقاش عارفين إنه هو ضغط أصلاً. إيه بقى اللي بيعمله رمضان؟ كمل معايا الفيديو، بس ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة. علماء الصحة النفسية بقى أكدوا إنه رمضان فرصة عظيمة للناس اللي بتمر بالإدمان والقلق والاكتئاب، كل المشاكل النفسية اللي انت بتمر بيها. فرمضان يعتبر فرصة كبيرة جدا إنك تغير من ده في رمضان، لأنه رمضان بيكون مقسم يومك ومجزأه بطريقة بتخليك يومك ليه معنى. يعني انت ممكن مثلا تنزل الصبح تتمشى شوية، الشوارع بتبقى زحمة، أو بعد الفطار تبقى زحمة برضو، أو حتى على السحور بتبقى زحمة، صح؟ يعني رأيي ما ننزل بعد رمضان نتمشى شوية. بس لا، اللي بجد هنا إن يومك بيكون متقسم، غير الأجواء الرمضانية اللي بتكون حاصلة، الشوارع والفايبس بتاعت رمضان والزحمة والحاجات اللي احنا بتبقى عاملة لنا بهجة من جوه. انت بتبقى قاعد في وسط عيلتك طول رمضان، ودي بتبقى فرصة لأنه كل اللي مش بيتجمع في رمضان، فده بيعمل عندك نوع من أنواع الدعم اللي بتخليك أفضل، ممكن تعمل إنتاجية أكبر. غير إن أنت بتنظم يومك وبتمحور يومك إن أنت تصحى في وقت معين وتنام في وقت معين، عشان إحنا في سحور وفي فطار، وحتى الناس اللي مش عندهم سحور وفطار. فهو أصلاً اللي بيحصل إن أنت بتلاقي رمضان بينظم لك اليوم بنفس الطريقة على كل الناس، فبتلاقي نفسك تلقائي كده عندك لايف ستايل، انت عندك حياة بتعيشها مختلفة عن باقي الشهور التانية. ده غير الدعم اللي انت بتلاقيه من اللمة اللي حواليك اللي بتعمل لك نوع من انواع البهجة، بتخليك عندك الباور انك تنتج اكتر وانك تشتغل على نفسك اكتر. طب احنا ازاي نستغل بقى رمضان السنة دي، وازاي بقى نحاول ان احنا نغير نفسنا، مش بس على المستوى الصحة النفسية بتاعتنا، لا على مستوى حياتنا بشكل عام. نحاول ان احنا ننظم يومنا كويس جدا ونمشي على ده، على انه جدول هيعيش معانا الوقت طويل. الحاجة التانية اللي محتاجين نعملها، اذا كنت مريض قلق او ادمان او اي حاجة من الاضطرابات النفسية، فأنت محتاج إن أنت تستغل شهر رمضان. أولاً إحنا بنبقى ممتنعين عن الأكل لوقت طويل، إحنا كمان بنكون ممتنعين عن الكافيين. أنا في فترة في حياتي لما جيت كنت باخد كافيين على طول بطريقة معينة، لما جيت بطلته في رمضان اكتشفت إن أنا صحتي اتحسنت في حاجات جسمانية عندي، فبدأت إن أنا بعد رمضان بدلت النسكافيه بقهوة، وكان بصراحة الموضوع أفضل شوية. وطبعاً قللت كمان القهوة، يعني بقيت أخد بقدر معين، فكان الموضوع أفضل. فإحنا ممكن نكتشف نفسنا من تاني في رمضان ونفكر في الحاجات أو العادات السيئة اللي بنعملها من أول وجديد. بالنسبة بقى لمرضى الإدمان والقلق، فالعلاج في رمضان، الدعم والروحانيات اللي بتحصل في رمضان من الحاجات اللي بتدعمك قوي ان انت تعرف تعالج نفسك وتعرف تستجيب في العلاج لو رحت الأخصائي او حتى حاولت مع نفسك. حتى لو حاولت تقلل الموضوع بشكل كبير، ما تنساش تعملي لايك وتعملي شير. وكل سنة وانتم طيبين، اشوفكم دايما على ألف خير. وبس كده، باي باي.